حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نبدأ مع بعض الدرس التاني اللي هو بيتكلم على تأثيرات خطوط الطول ودوائر العرض. احنا قبل كده في الترم الأول درسنا إن خطوط الطول ودوائر العرض هي في الأساس خطوط ودوائر وهمية، ولكن في الدرس ده هنكمل اللي هو طبعا تأثيرات خطوط الطول ودوائر العرض، وهنتعرف على تأثير كل واحد منهم. هنبدأ أول حاجة طبعا بالموقع الفلكي. قبل ما أدرس اللي هو خطوط الطول ودوائر العرض لازم أخد بالي كويس جدا من معنى الموقع الفلكي. الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يبقى الموقع الفلكي عبارة عن ايه؟ موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. لو انا رسمت الكرة الارضية كده، انا عندي خطوط الطول اللي هي بتبقى كده طبعا، وعندي دوائر العرض. تمام. يبقى الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، يعني المكان ده موقعه فين بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب هنبدأ أول حاجة اللي هو تأثير دوائر العرض. زي ما احنا أخدنا قبل كده إن دائرة العرض الرئيسية اللي بتقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين اللي هو دائرة الاستواء اللي بتبدأ عند درجة صفر. تمام. طيب دائرة الاستواء دي دائرة العرض الرئيسية. وزي ما عرفنا قبل كده إن دوائر العرض بتؤثر على المناخ وبتساعدني على تحديد المواقع على الخريطة. طيب إيه اللي بيحصل بالنسبة لدائرة الاستواء؟ بيقولك كلما اقتربنا من دايرة الاستواء، كل ما بنقرب من الحتة دي كده. تمام. كل ما بنقرب من الحتة دي كده، الحتة اللي هي حوالين دائرة الاستواء، طبعا بترتفع درجات الحرارة. كل ما اقرب من دايرة الاستواء، اللي بيحصل بالنسبة للمناخ بالنسبة لدرجة الحرارة بترتفع درجة الحرارة. وكلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء، كل لما بنتحرك بعيد عن دايرة الاستواء، سواء لو انا مثلا بمشي سواء لو انا بمشي مثلا كده. تمام يا شباب. سواء لو انا بمشي كده مثلا، او سواء انا بمشي تانية يا حبايبي، سواء لو انا بمشي كده او بمشي كده، يعني بعيد عن دايرة الاستواء، اللي بيحصل تنخفض درجات الحرارة. تمام. وده بيخليني لازم اعرف يعني ايه كلمة المناطق الحرارية. ده هيبقى فيه معايا تعريف جديد اللي هو منطقة حرارية. يعني ايه منطقة حرارية؟ يعني عبارة عن مساحة على الكرة الأرضية بتتشابه في خصائصها المناخية. يبقى المنطقة الحرارية عبارة عن ايه؟ مساحة على الكرة الأرضية بتتشابه في خصائصها المناخية. يعني ايه أصلا خصائص مناخية؟ أنا بقصد بيها من حيث الحرارة والرياح والأمطار. أي منطقة بتبقى متشابهة في الحرارة والرياح والأمطار دي بنسميها منطقة حرارية. يبقى المنطقة الحرارية مساحة على الكرة الأرضية بتتشابه في خصائصها المناخية. تمام؟ طب بالنسبة لدوائر العرض، دوائر العرض دي اللي هي الدوائر دي اللي احنا درسناها قبل كده بتقسم ال- الأرض أو الكرة الأرضية كلها لمناطق حرارية. يلا بينا حبايبي نعرف المناطق الحرارية اللي موجودة على الكرة الأرضية. أنا عندي أول حاجة المنطقة الباردة، دي بقى بتبقى حول القطب الشمالي. القطب الشمالي بيبقى عند درجة 90 شمالا. يعني إيه يا ميس 90 شمالا؟ يعني أنا بقصد بيها شمال خط الاستواء. هي المنطقة دي بس يا ميس منطقة باردة؟ لا، أنا عندي في القطب الجنوبي. يبقى القطب الشمالي والقطب الجنوبي ده بيبقى حول القطب الشمالي والقطب الجنوبي، بيبقى عندي المنطقة الباردة. تمام. طيب لو احنا جينا هنا عند اللي هو ما بين مدار السرطان وما بين الدائرة القطبية الشمالية، تمام، يعني المنطقة دي أنا بسميها المنطقة المعتدلة. طب المنطقة المعتدلة دي
يعني بتبقى ما بين ايه وايه؟ بتبقى ما بين مدار السرطان، يعني ما بين مدار السرطان ده، تمام يا شباب؟ يعني بيبقى ما بين مدار السرطان ده كده، المنطقة دي كده ما بين مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية. فاكرين المعلومة اللي كانت بتقول إن مدار السرطان بيمر في جنوب مصر؟ تمام. طيب مدار السرطان بيبدأ عند درجة كام؟ 23 شمالا، لحد طبعا الدائرة القطبية الشمالية 66 ونص. يبقى المنطقة دي منطقة معتدلة ما بين مدار السرطان شمالا اللي هو 23 ونص شمالا، حتى الدائرة القطبية الشمالية اللي هي عند درجة 66 شمالا. هي المنطقة دي بس يا ميس؟ لا، عندي المنطقة المعتدلة برضو بتقع ما بين مدار الجدي جنوبا، زي ما اتفقنا بنقصد بيها جنوب اللي هو دائرة الاستواء، لحد الدائرة القطبية الجنوبية. طب دي عند درجة كام يا ميس؟ ما بين درجة 23 ونص جنوبا حتى الدائرة القطبية الجنوبية جنوبا. تمام. يبقى أنا عندي كده أفهم من كده إن أنا عندي منطقة باردة اتنين حول القطب الشمالي، تمام، اللي هي عند درجة 90 شمالا، وحول القطب الجنوبي اللي هي عند درجة 90 جنوبا. عندي كمان اللي هي المنطقة المعتدلة، عندي منطقتين اللي هي ما بين مدار السرطان شمالا والدائرة القطبية شمالا، وما بين مدار الجدي جنوبا والدائرة القطبية الجنوبية. تمام. يبقى أنا عندي الاتنين دول. يبقى ثانية اطلعي أخلص، روحي انا اخلص وهاجي اعمل لك الاكل. روحي اخلص، روحي. يلا يا ماما اقفلي، لسه الاكل ما استواش. طب استني، اقفلي، اقفلي. يبقى زي ما اتفقنا، يبقى المنطقة المعتدلة عندي اتنين اللي هي ما بين مدار السرطان شمالا لحد الدائرة القطبية الشمالية. طبعا دي منطقة. المنطقة التانية اللي هي المنطقة المعتدلة تقع ما بين مدار الجدي جنوبا والدائرة القطبية الجنوبية. تمام. طيب اتبقالي ايه بقى؟ اتبقالي اللي هي طبعا دائرة الاستواء. دائرة الاستواء دي كلها كده بنقول عليها اللي هي المنطقة الحارة. تمام. يبقى المنطقة الحارة دي بتبقى حول دائرة الاستواء. تعالوا كده يا حبايبي نراجع مع بعض. لو أنا قلت لك أين تقع المنطقة الباردة على الكرة الأرضية؟ تقع طبعا، هنرد نقول ايه؟ تقع في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. تمام. طيب المنطقة المعتدلة بتقع فين؟ ما بين مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية، والمنطقة المعتدلة التانية ما بين مدار الجدي والدائرة القطبية الجنوبية. تمام. طيب وفي كمان عندي اللي هي المنطقة الحارة، دي منطقة وحيدة بتبقى حول اللي هو طبعا دائرة الاستواء. لو انا لاحظت هلاقي ان المنطقة المعتدلة دي، المنطقة المعتدلة طبعا بتبقى بين المدارين، يعني بين مدار السرطان ومدار الجدي، تمام، والدائرتين القطبيتين. اقصد اللي هي الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية. نقول تاني، يبقى المنطقة المعتدلة بتقع بين المدارين اللي هو ما بين مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية طبعا، وبين اللي هو طبعا المدارين اللي هو مدار السرطان ومدار الجدي، والدائرتين اللي هي الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية. المنطقة الباردة بتقع حول القطبين. ايه هما يا ميس؟ القطب الشمالي والقطب الجنوبي. أما المنطقة الحارة طبعا ده حول دائرة الاستواء اللي هي بتبدأ يا حبايبي عند درجة صفر. تمام. طيب تعالوا بقى، أنا يهمني مصر موقعها إيه؟ أنا عندي مصر بتقع في المنطقة المعتدلة. معتدلة الإيه؟ الحرارة. طب ليه يا ميس؟ طبعا بسبب موقعها بالنسبة لدائرة الاستواء. يعني احنا بعاد جدا عن دائرة الاستواء. يعني انا عندي مصر تحديدا هتلاقيها بتقع هنا في الحتة دي.
تمام. طيب، يبقى مصر بتقع بعيد قوي عن دائرة الاستواء، ولذلك هي في المنطقة المعتدلة الحرارة. تمام. طيب، تعالوا بقى نروح لجزئية تانية اللي هي تأثيرات خطوط الطول. درسنا قبل كده إن خطوط الطول بتساعدني في تحديد المواقع على الخرائط، وبتساعدني كمان في معرفة فروق التوقيت. طيب، هي الأرض متقسمة لكام خط طول؟ أنا عندي كام خط طول؟ عندي 360 خط طول. يعني آدي خطوط الطول اللي هي بتبقى كده أهي. خطوط الطول، بنعتذر طبعا عن بشاعة الرسمة أهي. خطوط الطول بتبقى كده. أنا عندي خط الطول الرئيسي اللي بيقسم الكرة الأرضية إلى نصفين شرقا وغربا، اللي هو خط جرينتش اللي بيبدأ عند درجة صفر. تمام. واتسمى خط جرينتش بالاسم ده لأن العلماء وجدوا إن هو بيمر على بلدة اسمها جرينتش قرب العاصمة البريطانية لندن. تمام. والعاصمة دي كان فيها مرصد فلكي كان بيستخدموه في اللي هو تحديد مواقع النجوم. تمام. طيب، خط جرينتش بيقسم الكرة الأرضية إلى نصفين شرقا وغربا، وبتساعدني طبعا خطوط الطول في معرفة فروق التوقيت ما بين كل خط. احنا قلنا طبعا خطوط الطول كلها 360 خط، ما بين كل خط وخط 4 دقايق. تمام. طيب، كل 15 خط يا حبايبي ده بيساوي فرق ساعة زمنية. تمام. طيب، تعالوا بقى بيقول لك ايه. ادي خط جرينتش، لو انا اتجهت كده شرقا احنا كده بنتقدم في الوقت. طيب، لو انا اتجهت كده غربا احنا كده بنتأخر في الوقت. معنى كده ان الاماكن الواقعة في شرق جرينتش طبعا بتشرق فيها الشمس اولا. تمام. طيب يا حبايبي، تعالوا بقى نروح لحاجة تانية. بيقول لي لو كان الساعة ازاي نحسب الوقت؟ طبعا في فروق توقيت كبيرة جدا ما بين الدول. ليه؟ بسبب موقع كل دولة. بيقول لي لو كانت الساعة في مصر اللي هي في القاهرة 6 مساء بتوقيت الساعة الديجيتال اللي هي الساعة 18. تمام. يعني بعد الساعة 12 اليوم فيه 24 ساعة، والساعة أو اليوم فيه 24 ساعة، يعني متقسم اليوم اللي هو 12 ساعة و12 ساعة. تمام. طيب، من بعد 12 الظهر احنا بنحسبها برضو اللي هو ايه 13 14، يعني 6 مساء بيساوي 18، الساعة 18. تمام. طيب، ده لو يقول لي لو مثلا القاهرة الساعة 6 مساء، والقاهرة بتقع عند خط طول 30 شرقا. طب أنا عايزة أعرف الساعة في المكسيك اللي هي واقعة عند خط طول 90 غربا. هعمل إيه؟ هاجي أجمع ال30 زائد ال90 هيديني 120. 120 احنا اتفقنا ان كل 15 خط طول في بيساوي ايه فرق اللي هو ساعة. يبقى أنا هقسم ال120 دي على ال15 اللي هم 15 اللي هو خط طول. يبقى 120 على 15 بيديني 8 اللي هي 8 ساعات. تمام. 8 ساعات دي هنقص طبعا هنقصهم من ال 18 ساعة اللي هي لما قلنا إن الساعة 8 مساء. تمام. يبقى 18 ناقص 8 بيديني كام؟ بيديني 10. يبقى الساعة في المكسيك اللي هي بتقع غربا هيبقى الساعة 10 صباحا. نرجع تاني، عملنا ايه؟ انا عرفت ان خط الطول بتاع القاهرة 30 شرقا، وخط الطول بتاع المكسيك 90. جمعت الاتنين، وبعد ما جمعتهم قسمتهم على 15 اللي هو 15 خط طول، اداني كام 8 ساعات. 8 ساعات دي طرحتها من 18 اللي هي الساعة 6 مساء،
اداني كام؟ 10. هيبقى 10 ايه؟ صباحا. تمام يا حبايبي؟ طيب تعالوا بقى طبعا نلم الدرس بتاعنا. الدرس بسيط وسهل، بيتكلم على خطوط الطول ودوائر العرض. ان خطوط الطول بتساعدني في تحديد المواقع على الخرائط، وبتساعدني في معرفة فروق التوقيت بين الدول. الدوائر العرض، وطبعا خط الطول الرئيسي اللي هو خط جرينتش. وتقسم خطوط الطول الكرة الأرضية إلى قسمين، اللي هو شرقا أو نصفين، شرقا وغربا. تمام. طيب وعدد خطوط الطول 360. الفرق ما بين كل خط طول 4 دقايق. كل 15 خط طول بيساوي فرق ساعة زمنية. تعالوا نروح بقى لدوائر العرض. دوائر العرض تقسم الكرة الأرضية إلى نصفين، شمالا وجنوبا. خط الطول دائرة العرض الرئيسية اللي هي طبعا دائرة الاستواء. وعندي في مدار السرطان عند درجة 23.5 شمالا، أقصد بيها شمال اللي هو دائرة الاستواء. ومدار الجدي اللي هو جنوبا عند درجة 23.5 اللي هو جنوبا طبعا. وعرفنا إن قسمنا عرفنا ان المنطقة الحرارية انا بقصد بيها هي عبارة عن مساحة على الكرة الأرضية تتشابه في خصائصها المناخية. قسمنا الكرة الأرضية إلى منطقة باردة بقصد بيها حول القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وعندي المنطقة المعتدلة ما بين المدارين والدائرتين، ما بين مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية، وما بين مدار الجدي والدائرة القطبية الجنوبية. وفي النص بيبقى المنطقة الحارة اللي هي حول اللي هو دائرة الاستواء. بتساعدني خطوط بتساعدني دوائر العرض في معرفة اللي هي المناخ. تمام. وبتساعدني برضو في تحديد المواقع على الخرائط. وبكده نكون طبعا خلصنا الدرس التاني. هو درس سهل وبسيط، ويعتبر درسناه في الترم الأول. أشوفكم حبايبي في ال... إن شاء الله في الدرس اللي بعد كده. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.